السلام عليكم طلاب وأبطال تانية ثانوي. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول معانا في التاريخ اللي هو بعنوان مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة، والكتاب اللي هنحل منه هو ملخص الامتحان. فيلا يا أبطال جهزوا نفسكم واستعدوا، ويا ريت اللي معاه ملخص الامتحان يفتحوا معانا واحنا بنحل ويجاوب معانا في التعليقات قبل ما نقول الإجابة، ونقول بسم الله ونبدأ مع السؤال الأول. والسؤال الأول ما يقول: يتضح من خلال دراستك وتحليل الخريطة المقابلة للفتح الإسلامي لمصر، وجايب لك هنا خريطة خط سير الفتح الإسلامي، وما يقول لك إن أحداث الفتح غاب عنها نقط. وركز هنا، هو بيقول لك غاب عنها، يعني أي من الاختيارات الموجودة ما حصلتش خلال الفتح الإسلامي. فتبقى مركز وانت بتقرأ السؤال، أول ما تلقى غاب عنها أو لم يحدث اعرف إنه هو عايز حاجة في الاختيارات ما كانتش موجودة. وما يقول لك في الاختيارات: ألف وصول إمدادات عسكرية إلى المسلمين، وب اعتماد المسلمين على المفاجأة العسكرية، وجيم تعدد المواجهات بين المسلمين والروم، ودال وجود معارك على السواحل الشرقية. هي بقى من الحاجات دي ما حصلتش خلال الفتح الإسلامي لمصر. لو قلنا ألف وصول إمدادات عسكرية إلى المسلمين، بالفعل وصلت إمدادات عسكرية إلى المسلمين لما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعت 4000 جندي لسيدنا عمرو بن العاص. ورقم ب اعتماد المسلمين على المفاجأة العسكرية، هنقول له برضو لا، المسلمين اعتمدوا على المفاجأة العسكرية. ورقم جيم تعدد المواجهات بين المسلمين والروم، بالفعل تعددت المواجهات بين المسلمين والروم في أكتر من معركة في أماكن مختلفة. يبقى مش معانا غير الإجابة دال، وهي وجود معارك على السواحل الشرقية. المسلمين ما عملوش معارك على السواحل الشرقية. والسؤال رقم 2 معانا ما يقول لك: تمثل العامل المباشر الذي شجع الخليفة عمر بن الخطاب على اتخاذ قرار فتح مصر في نقط. ايه هو العامل او السبب المباشر اللي خلى الخليفة امير المؤمنين عمر بن الخطاب يتخذ قرار انه يفتح مصر؟ ما يقول لك: ألف ضعف امبراطورية الروم، وب استقرار الفتوحات الإسلامية في الشرق، وجيم تهديد الروم للمدينة النبوية، ودال اقتناعه برأي أحد كبار قادته. فلو قلنا ألف ضعف امبراطورية الروم، الكلام ده محصلش، امبراطورية الروم كانت فعلا قوية. طب استقرار الفتوحات الإسلامية في الشرق ممكن، بس برضه مش هو ده العامل المباشر. طيب تهديد الروم للمدينة النبوية برضه مش هو ده السبب اللي خلى الخليفة عمر بن الخطاب يتخذ قرار فتح مصر. يبقى برضه مش قدامنا غير الإجابة دال، وهي اقتناعه برأي أحد كبار قادته، وهو مين؟ داهية العرب سيدنا عمرو بن العاص، لما اجتمع بأمير المؤمنين في مدينة الجابية في الشام وأقنعه إنه لازم يفتح مصر. طيب تعال نروح للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 ما يقول: تتوقع أن المدينة التي كانت لا تزال في أيدي الروم عندما أرسل الخليفة عمر بن الخطاب الرسالة التي توجد بالنص المقابل هي نقط. طب الرسالة مكتوب فيها هي: لما أبطأ على الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص بيقول له: فقد عجبت لإبطاءكم عن فتح مصر، يعني أنتوا خدتوا وقت كبير في فتح مصر، إنكم تقاتلونهم منذ 2 وما ذلك إلا لما أحدثتم، يعني انتوا لكم 2 مع تقاتلوا في الروم ولحد الآن ما فتحتوش مصر. فبيقول لك هي بقى المدينة التي كانت لا تزال في أيدي الروم لما أرسل هذه الرسالة الخليفة عمر بن الخطاب. هل هي بقى مدينة بلبيس ولا الإسكندرية ولا الفرمة ولا أم دينين؟ الإجابة الصحيحة هتكون به، اللي هي مدينة الإسكندرية، واللي زي ما قلنا في الشرح قعد المسلمين محاصرين الإسكندرية لمدة 14 شهر. طيب تعالوا بقى نروح للسؤال رقم 4. ما يقول لك: اتبعت السلطة الرومانية الحاكمة في مصر أسلوب جديد للتعامل مع الخصم أثناء أحداث فتح المسلمين لنقط. يقصد يقول لك الرومان اتخذوا أسلوب جديد مش متعودين عليه مع المسلمين في الوقت اللي كانوا محاصرين فيه المسلمين مدينة نقط. والاختيارات: ألف الفرمة، وب بلبيس، وجيم أم دينين، ودال حصن بابليون. هنقول الإجابة هي رقم دال حصن بابليون، لأن أثناء حصار المسلمين لحصن بابليون اضطر المقوقس حاكم مصر إنه يبعت مجموعة من رسله علشان يتفاوضوا مع عمرو بن العاص. طيب السؤال رقم 5 بيقول لك:
القاسم المشترك بين فتح المسلمين لكل من الفرمة وحصن بابليون والاسكندرية هو الاعتماد على نقط. هي بقى الحاجة المشتركة اللي عملوها المسلمين في فتح الفرمة وحصن بابليون والاسكندرية. بيقول لك ألف امدادات الخليفة، وبه الاساطيل البحرية، وجيم حصار العدو، ودال التحالفات العسكرية. الإجابة الصح معانا هي رقم جيم حصار العدو، لأن المسلمين في الفرمة وحصن بابليون والأسكندرية حاصروا العدو. طيب تعالوا نشوف السؤال رقم 6. ما يقول لك أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رسالة إلى المقوقس حاكم مصر من أجل نقط. ليه سيدنا محمد أرسل رسالة إلى المقوقس؟ فيقول لك ألف توطيد العلاقات الاقتصادية بين المدينة النبوية ومصر، وبه حماية الدعاء المسلمين، وجيم نشر الدعوة الإسلامية، ودال لتأمين حدود الدولة الإسلامية. فالإجابة الصح معانا هي رقم جيم، وهي نشر الدعوة الإسلامية، لأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان هدفه إرسال الرسالة إلى المقوقس حاكم مصر علشان ينشر الدعوة الإسلامية. طيب يلا بينا على السؤال رقم 7. بيقول لك اعتمد الرومان على مصر في توفير احتياجات روما من الحبوب، يدل ذلك على نقط. ليه بقى الروم كانوا معتمدين على مصر في احتياجاتهم من الحبوب؟ هل بسبب امتلاك مصر ثروة زراعية كبيرة، ولا عدم توفير ظروف زراعة الحبوب في روما، ولا وجود تكامل اقتصادي بين مصر وروما، ولا ازدهار التجارة الخارجية لمصر؟ فكر معايا كده. الإجابة هتكون رقم ألف امتلاك مصر ثروة زراعية كبيرة، لأن مصر زمان كانت مخزن لمد روما بالغلال والحبوب. يبقى الإجابة معانا هي امتلاك مصر ثروة زراعية كبيرة. طيب السؤال رقم 8 ما يقول نستنتج أن سبب في عدم قيام الخليفة أبي بكر الصديق بفتح مصر يرجع إلى هي بقى السبب اللي خلى الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما يفتحش مصر. هل هو إدراكه خطورة الصدام مع الروم؟ هنقول له لا، هو فعلا كان مصطدم مع الروم في الشام. طيب انشغاله بالقضاء على المشاكل الداخلية؟ برضو لا، هو كان بيقضي على المشاكل الداخلية، وكان برضو بيبعت جيوش في بلاد الشام وبلاد فارس. طيب بعد المسافة بين مصر والمدينة النبوية؟ برضو ده مش سبب مقنع، لأن سيدنا عمر بن الخطاب بالرغم من بعد المسافة إلا إنه برضو فتح مصر. يبقى مش قدامنا غير الإجابة دال، وهي عدم اكتمال الفتح الإسلامي للشام، لأن المسلمين في عهد سيدنا أبو بكر الصديق ما كانوش لسه اكتملوا في فتح الشام، فبالتالي مش هيقدروا يفتحوا مصر. طب يلا بينا على السؤال رقم 9. بيقول لك يؤكد مضمون النص المقابل. طب تعالى كده نشوف مكتوبية. ما يقول لك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بمصر وبشر بفتحها، فقال ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة وصهرا. فيؤكد مضمون النص المقابل على وجود صلات بين العرب والمصريين قبل الفتح الإسلامي تتمثل في الصلات نقط. هل هي بقى صلات اقتصادية، ولا سياسية، ولا ثقافية، ولا اجتماعية؟ هنقول لا، الإجابة رقم دال، وهي صلات اجتماعية، لأن سيدنا محمد ما يقول في الحديث الشريف فإن لهم ذمة وصهرة، يعني لهم نسب وقرابة. طيب يلا بينا على السؤال رقم 10. بيقول لك ترتب على وجود الروم غرب دولة الإسلام في عهد الخليفة عمر بن الخطاب تشكيل خطر على نقط. يعني يقصد يقول لك وجود الروم في مصر اللي يقصد بيها غرب دولة الإسلام كان مع شكل خطر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على إيه بالضبط؟ هل المدينة النبوية واليمن، ولا فلسطين واليمن، ولا العراق والشام، ولا الشام والمدينة النبوية؟ لو فاكر لما قلنا في الشرح من أسباب العامل الحربي هو تهديدات الروم المستمرة للمسلمين في بلاد الشام والمدينة النبوية اللي هي مركز الخلافة الإسلامية. يبقى الإجابة رقم دال، وهي الشام والمدينة النبوية. طب تعال نشوف السؤال رقم 11. بيقول لك تردد عمر بن الخطاب في خروج عمرو بن العاص لفتح مصر بسبب نقط. ليه سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش عايز سيدنا عمرو بن العاص يروح يفتح مصر؟ هل هو بسبب إدراكه لقوة جيش الروم في مصر، ولا رغبته في تثبيت الفتوحات الإسلامية في الشام، ولا عدم ثقته في كفاءة جيش المسلمين، ولا قلة معلومات المسلمين عن أحوال مصر؟ هنقول له لا، المسلمين كان عندهم معلومات كافية عن أحوال مصر.
مصر بدليل سيدنا عمرو بن العاص قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب هي أكثر الأرض أموالا وأعجزها عن القتال والحرب. طب لو قلنا برضو عدم ثقته في كفاءة جيش المسلمين، لا هو عارف كويس إن الجيش المسلم كفاءته عالية بدليل فتح بلاد الشام وبلاد فارس في عهده. طب لو قلنا برضو الإجابة رقم ألف إدراكه لقوة جيش الروم في مصر، فده برضه مش السبب، لأن لسه قايل لك لما عمرو بن العاص حب يقنعه قال له أعجزها في القتال والحرب. يبقى مش معانا غير الإجابة رقم ب، وهي رغبته في تثبيت الفتوحات الإسلامية في الشام. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان عايز المسلمين يثبتوا الفتوحات الإسلامية في الشام الأول، بعد كده يروحوا يفتحوا مصر. طيب يلا بينا على السؤال رقم 12. ما هيقول لك تم إصدار قرار الفتح الإسلامي لمصر من نقط، يقصد يقول لك إيه هو المكان اللي أصدر فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قرار فتح مصر. هل هي بقى المدينة النبوية ولا جنوب سوريا ولا قيصرية ولا مكة؟ أنا شايف عينك راحت للإجابة رقم ألف المدينة النبوية. أحب أقول لك إجابة غلط، لأن المكان اللي تم إصدار قرار الفتح الإسلامي لمصر كانت مدينة الجابية في الشام بعد عقد مؤتمر الجابية في عام 17 هجرية، ومدينة الجابية دي كانت فين؟ كانت في جنوب سوريا. يبقى الإجابة رقم ب جنوب سوريا. طيب يلا بينا على السؤال رقم 13. بيقول لك توجد علاقة بين نتائج مؤتمر الجابية اللي لسه قايلينه وتأمين الفتوحات الإسلامية للمناطق نقط. هو هنا يقصد يقول لك إنه كان في علاقة بين نتائج مؤتمر الجابية وتأمين الفتوحات الإسلامية في الشام، بس في الاختيارات مش جايب الشام، فبيقول لك ألف للمناطق المطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، ولا الواقعة جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، ولا الملاصقة لحدود الإمبراطورية الفارسية، ولا الواقعة في شمال غرب إفريقيا. لو بصينا على الشام هنلقى هي الإجابة رقم ألف المناطق المطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، هي دي بلاد الشام. طيب السؤال رقم 14 بيقول خرج عمرو بن العاص لفتح مصر ومعه 4000 جندي. من خلال مضمون العبارة السابقة يعد خروج عمرو بن العاص بهذا العدد دليلا على نقط. ايه اللي يخلي سيدنا عمرو بن العاص يخرج ب4000 جندي بس علشان يفتح مصر؟ هل هو قلة عدد قوات الروم بمصر؟ أكيد طبعا لا، الروم كان عددهم يفوق 100,000 جندي. طيب حرصه على ضم مصر؟ أيوة هي دي الإجابة الصحيحة، لأن رقم ج ودال مع يقول لك ضمان حسم المعارك لصالحه ولا ضمانه مساعدة أهل مصر، فهم الاثنين في علم الغياب. هيضمن إزاي إن المعارك تكون لصالحه أو أهل مصر يساعدوه؟ يبقى الإجابة رقم ب هي حرصه على ضم مصر. طيب السؤال رقم 15 بيقول لك يستدل من تحليل النص المقابل على نقط. طب تعال كده نقرا النص. ويقول هيدرس بيل عن أحوال مصر في القرن السادس الميلادي. القرن السادس الميلادي يعني هو يقصد في أثناء الاحتلال الروماني لمصر، هي اللي حصل في الوقت ده. بيقول لك إن أبرز ظاهرة عن مصر وقتئذ إنها كانت بلد ينقسم إلى نبلاء شبيهين بنبلاء الإقطاع وفلاحين أنصاف عبيد. نستدل إيه بقى من اللي قالوا؟ هل غياب العدالة الاجتماعية ولا تدهور الأوضاع الثقافية ولا افتقاد الحرية الدينية ولا تدهور الأوضاع السياسية؟ لا، الواضح من النص هو غياب العدالة الاجتماعية، لأن البلد كانت ما تنقسم إلى نبلاء شبيهين بنبلاء الإقطاع وفلاحين أنصاف عبيد، فده إن يدل على غياب العدالة الاجتماعية. الإجابة رقم ألف. طيب السؤال رقم 16 ما هيقول لك ارتبط العامل الحربي للفتح الإسلامي لمصر بالعامل نقط. هل هو بقى العامل التاريخي ولا الجغرافي ولا الاقتصادي ولا الديني؟ الإجابة هتكون رقم ب العامل الجغرافي، لأن زي ما قلت لك من شوية إن الروم كانوا بيهددوا الفتوحات الإسلامية في الشام. طيب السؤال رقم 17 ما هيقول لك نجح عمرو بن العاص في مؤتمر الجابية عام 17 هجرية في نقط. نجح فيه سيدنا عمرو بن العاص، هل تأكيد كفاءته وقدرته العسكرية ولا إظهار قوة الجيش الإسلامي ولا الربط بين فتح مصر واستقرار الشام ولا تحليل إمكانيات المسلمين؟ هنقول له الإجابة رقم ج الربط بين فتح
فتح مصر واستقرار الشام، علشان الروم اللي في مصر بيهددوا الفتوحات الإسلامية اللي في الشام. طيب والسؤال رقم 18 بيقول أي الجهات الآتية تمكنت مصر من خلالها الاتصال بأراضي شبه الجزيرة العربية؟ هل هي الجهات الشرقية ولا الغربية ولا الشمالية ولا الجنوبية؟ أي جهة من هذه الجهات كانت بتصل مصر بأراضي شبه الجزيرة العربية؟ هنقول له الإجابة رقم ألف، الجهات الشرقية. طيب السؤال رقم 19 بيقول لك أصر عمرو بن العاص على فتح مصر بعد مؤتمر الجابية لعدة عوامل، منها نقط: ألف قلة عدد القوات الرومانية بها، لسه قايل لك ان الروم كان عددهم كبير في مصر، وبه الأهمية الدينية لمصر. هو ممكن بس برضه مش هو ده السبب اللي خلى سيدنا عمرو بن العاص يصر على فتح مصر. طيب وجيم توفير الحماية لمقر الخلافة، ولا دال الصلات الاجتماعية مع المصريين؟ هنقول له الإجابة رقم جيم، وهي توفير الحماية لمقر الخلافة، لأن الروم في مصر كانوا بيهددوا المدينة النبوية اللي هي مقر الخلافة الإسلامية. طيب السؤال رقم 20 ما يقول لك في ضوء الخريطة المقابلة للفتح الإسلامي لمصر يعبر خط سير الجيش الإسلامي بعد السيطرة على مدينة الفرمة عن استغلال عمرو بن العاص لنقط، وجايب لك هنا خريطة خط سير الجيش الإسلامي، وعايز يقول لك بعد فتح الفرمة اللي زي ما قلنا في الشرح هي تاني مدينة دخلها سيدنا عمرو بن العاص بعد العريش في مصر، وهي أول مدينة كان فيها اشتباك بين المسلمين والروم، لأن العريش دخلها المسلمين سلما وما كانش فيها أي قتال، فهي اللي استغله سيدنا عمرو بن العاص بعد فتح الفرمة. هل نقاط ضعف الروم، ولا خبرته بطريق السواحل الشرقية، ولا المدد الذي أرسله الخليفة، ولا انتصار في بلبيس؟ احنا قلنا بعد فتح الفرمة سيدنا عمرو بن العاص اتخذ طريق الصحراء الشرقية ومرضيش يطلع ناحية البحر المتوسط علشان يستولي على الاسكندرية، لأن العرب كان عندهم الخبرة في الحروب الصحراوية عكس الروم اللي كان عندهم خبرة أكتر في الحروب الساحلية. يبقى الإجابة رقم ألف، وهي نقاط ضعف الروم. طيب نخش على السؤال رقم 21 بيقول لك ارتبط قيام عمرو بن العاص بطلب المساعدة من خليفة المسلمين خلال فتح مصر بنتائج نقط. هل هي استسلام العريش، ولا اشتباكات مدينة الفرمة، ولا اقتحامه بلبيس، ولا الاستحواذ على أم دينين؟ امتى بالظبط سيدنا عمرو بن العاص طلب مساعدة ومدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ لو فاكرين بعد الاستحواذ على أم دينين، يبقى الإجابة رقم دال. طيب والسؤال رقم 22 ما يقول يستدل على عدم إحكام الروم سيطرتهم على جميع الأراضي المصرية من خلال فتح عمرو بن العاص لنقط. هي بقى المدينة اللي دخلها سيدنا عمرو بن العاص بتدل على عدم سيطرة الروم على جميع الأراضي المصرية. لسه جاي لك من شوية هي أول مدينة دخلها المسلمين في مصر. الإجابة رقم ألف، مدينة العريش، لأن المسلمين ما لقيوش فيها أي مقاومة. طيب يلا بينا على السؤال رقم 23 بيقول لك كانت بداية معاناة الروم عسكريا بمصر أثناء مواجهة المسلمين في نقط. هي بقى المدينة اللي بدأ الروم فعلا يعانوا من مواجهة المسلمين؟ هل هي حصن بابليون، ولا أم دينين، ولا بلبيس، ولا الفرمة؟ لسه قايل لك إن أول مدينة كان فيها اشتباك بين المسلمين والروم وهي مدينة الفرمة، يبقى الإجابة رقم د، مدينة الفرمة. طيب السؤال رقم 24 ما هيقول لك بعد هزيمة الروم من المسلمين في أم دينين قاموا بالفرار جهة نقط. هل بقى جهة الشمال، ولا الشرق، ولا الغرب، ولا الجنوب؟ احنا قلنا بعد هزيمة الروم في أم دينين فروا إلى حصن بابليون، وقلنا برضو في الشرح إن أم دينين تقع شمال حصن بابليون، يبقى لما فروا من أم دينين اتجاه حصن بابليون هم كده طلعوا فوق ولا نزلوا تحت؟ لا نزلوا تحت، يبقى جهة الجنوب. الإجابة رقم د. طيب السؤال رقم 25 ما يقول أي من المواقف الآتية تعد دليلا عمليا على صدق ما ورد في وصف عمر بن الخطاب للقادة في النص المقابل؟ طيب النص بيقول ايه؟ بيقول بادر الخليفة، ويقصد هنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إلى تحقيق طلب القائد عمرو بن العاص مع كتابه ما يقول فيه إني قد أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل منهم رجل مقام ال1000. طب هم مين يا أمير المؤمنين؟ بيقول لك الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، وعبادة بن الصامت، ومسلمة ابن مخلد. هي بقى من المواقف الآتية تعد
دليلا عمليا على صدق هذا الكلام. هل انتصار المسلمين في دينين، ولا نجاح المفاوضات مع ملك الروم، ولا فتح المسلمين حصن بابليون، ولا انتصار المسلمين في بلبيس؟ هنقول له الإجابة رقم جيم، وهي فتح المسلمين حصن بابليون، لأن من ضمن الأربعة رجال اللي قال فيهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إن كل رجل منهم مقام 1000 رجل، واللي كان من ضمنهم سيدنا الزبير بن العوام، اللي قدر بذكائه ودهائه يخدع الروم بالتكبير، واستطاع المسلمين فتح حصن بابليون. يبقى الإجابة رقم جيم. طيب السؤال رقم 26 بيقول لك اضطر المقوقس أثناء حصار المسلمين لحصن بابليون إلى الدخول في مفاوضات مع عمرو بن العاص. نتيجة نقط. ليه بقى المقوقس اضطر انه يخش في مفاوضات مع سيدنا عمرو بن العاص؟ هل نتيجة نقص المعدات داخل الحصن، ولا اطلاعه على قوة جيش المسلمين، ولا ميل الامبراطور للصلح مع المسلمين، ولا الانقسام الداخلي بين قوات الروم؟ احنا قلنا ان المقوقس بعت مجموعة من رسله علشان يتفاوضوا مع عمرو بن العاص، ولما بعتهم قال لهم بالمرة وبقوا اطلعوا لي على قوة جيش المسلمين، فرجعوا واخبروه ان الجيش المسلم جيش قوي. يبقى الاجابة الصح هي رقم ب، اطلاعه على قوة جيش المسلمين. طيب السؤال رقم 27 ما يقول لك ارسل المقوقس رسالة الى عمرو بن العاص خلال حصار حصن بابليون بسبب رغبته في نقط. لسه قايلين هي رغبته في جمع المعلومات عن المسلمين. الإجابة رقم ب. طيب والسؤال 28 بيقول لك طالت مدة المفاوضات بين المسلمين والروم أثناء حصار حصن بابليون بسبب نقط. ايه السبب؟ هل معارضة بعض المسلمين للصلح؟ لا، الكلام ده محصلش. طيب قلة عدد الجيش الإسلامي؟ برضو لا. طيب الخلاف السياسي بين هرقل والمقوقس؟ بالضبط، هي دي الإجابة الصحيحة، لأن لما المقوقس أرسل رسالة إلى ملك الروم هرقل وقال له على شروط الصلح، هنا غضب هرقل واتهم المقوقس والجنود اللي معاه بالتقاعس عن الدفاع عن مصر. يبقى الإجابة الصحيحة رقم جيم، الخلاف السياسي بين هرقل والمقوقس. أما رقم د وصول إمدادات لقوات الروم في مصر، فالكلام ده محصلش أصلا. طيب والسؤال رقم 29 ما يقول لك رفض هرقل الصلح الذي عقده المقوقس مع عمرو بن العاص بسبب نقط. ليه بقى هرقل رفض الصلح؟ هل هو بسبب أهمية مصر للدولة البيزنطية، ولا قلة عدد جنود المسلمين، ولا مكانة مصر الدينية، ولا رغبته في مساعدة أقباط مصر؟ لا، هو مش كان عايز يساعد أقباط مصر، ولا لمكانة مصر الدينية، ولا برضه لقلة جنود المسلمين، ولكن الإجابة الصحيحة هي أهمية مصر للدولة البيزنطية، لأن زي ما قلت لك مصر كانت مخزن لمد روما بالغلال، فكانت مهمة بالنسبة للدولة البيزنطية. طيب والسؤال رقم 30 معانا بيقول تتوقع في حالة موافقة ملك الروم اللي هو هرقل على بنود الصلح الذي تم عقده بين عمرو بن العاص وحاكم مصر اللي هو المقوقس أن نقط ايه ممكن كان يحصل لو وافق هرقل على الصلح اللي كان بين سيدنا عمرو بن العاص والمقوقس؟ كان ممكن يحصل ايه؟ هل يصبح عمرو بن العاص وليا على مصر؟ لا طبعا، لأن شروط الصلح ان هم يدفعوا الجزية واللي هي دينارين على كل رجل بالغ، والمقوقس هيفضل زي ما هو الحاكم. ولا تقسم مصر بين الروم والمسلمين؟ برضو لا، لأن من شروط الصلح تبقى للروم أرضهم ولا يتعرض له المسلمين بأي سوء. طيب تتحول تبعية مصر إلى الخلافة الإسلامية؟ برضو لا، هتفضل مصر تبع الدولة البيزنطية. يبقى مش قدامنا غير الإجابة رقم د، وهو يظل المقوقس حاكما على مصر، وده اللي فعلا كان هيحصل. هيفضل المقوقس زي ما هو حاكم على مصر بشرط إنه كان هيدفع الجزية للمسلمين. طيب والسؤال رقم 31 ما يقول يستدل من رفض هرقل لملك الروم لبنود الصلح الذي عقده المقوقس مع عمرو بن العاص أثناء حصاره لحصن بابليون على نقط. هل التفوق العسكري للروم الكلام ده ما حصلش، وإلا ما كانش المقوقس اضطر إنه يعمل صلح مع عمرو بن العاص؟ طيب ضعف الروح المعنوية للجنود المسلمين؟ بالعكس، الجنود المسلمين كانت روحهم المعنوية مرتفعة جدا. ولا سوء تقدير هرقل للموقف، ولا ثقة هرقل في مهارة وكفاءة المقوقس؟ الإجابة الصح هتكون رقم جيم، وهي سوء تقدير هرقل للموقف، لأنه لو كان قدر الموقف صح كان وافق على الصلح وكانت مصر تبقى زي ما هي تابعة للروم. طيب والسؤال رقم 32 بيقول لك حدث انشقاق في صفوف الروم بعد عقد اتفاق المقوقس مع عمرو بن العاص نتيجة لموقف نقط. ليه انشقت صفوف الروم؟ هل نتيجة لموقف البطريرك بنيامين، ولا الإمبراطور البيزنطي، ولا خليفة
خليفة المسلمين ولا المصريين؟ الإجابة الصح هتكون الإمبراطور البيزنطي اللي هو هرقل. بعد رفضه للصلح انشقت صفوف الروم بين جزء مؤيد للصلح وجزء مصر على القتال. طيب يلا نشوف السؤال رقم 33. ما هيقول لك تعد البداية الحقيقية لنهاية سيطرة الروم على مصر عندما تمكن المسلمين من فتح نقط. امتى بقى الروم حسوا ان دي البداية لنهاية سيطرتهم على مصر؟ لما المسلمين فتحوا مدينة ايه؟ هل مدينة بلبيس ولا ام دينين ولا الاسكندرية ولا حصن بابليون؟ هنقول الاجابة رقم د، وهو حصن بابليون، لان حصن بابليون كان من اقوى الحصون عند الرومان، فلما يسقط في يد المسلمين كده يبقى خلاص مفيش امام المسلمين الا العاصمة الاسكندرية. طيب والسؤال رقم 34 ما يقول عمل المسلمين بعد فتح مصر على الاستفادة من انجازات الحضارات السابقة عن طريق نقط. استفادوا ازاي المسلمين من انجازات الحضارات السابقة؟ هل عن طريق بناء مدينة الفسطاط كعاصمة للبلاد، ولا بناء القصور والحدائق، ولا ارسال الدعم العسكري لعاصمة الخلافة، ولا تنشيط طرق التجارة؟ هو المفروض استفادوا المسلمين من انجازات الحضارات السابقة لما ارسل عمرو بن العاص لسيدنا عمر بن الخطاب بيطلب منه انه يعيد حفر خليج تراجان اللي كانوا عاملين الروم واللي كان بيربط بين نهر النيل والبحر الاحمر. فوافق فعلا سيدنا عمر بن الخطاب وامره بحفر الخليج وسمي بخليج امير المؤمنين. بس هنا في الاختيارات مش جايب حفر خليج امير المؤمنين، بس جايب لك الاجابه رقم د، وهي تنشيط طرق التجاره اللي استفادوا منها بحفر خليج امير المؤمنين. يبقى الاجابه الصح معانا رقم د، تنشيط طرق التجاره. طيب تعالوا نشوف السؤال رقم 35. بيقول لك نستنتج من معطيات الخريطه المقابله ودراسه احداث الفتح حرص المسلمين على نقط. وجايب لك هنا برضو خريطه خط سير الجيش الاسلامي. ايه بقى اللي حرص عليه المسلمين اثناء الفتح؟ هل حرص المسلمين على فتح حصن بابليون مركز الحكم البيزنطي؟ اكيد طبعا لا، هو اصلا حصن بابليون ما كانش مركز الحكم البيزنطي، ده العاصمه الاسكندريه كانت هي اللي مركز الحكم. طيب به اتباع الطريق الساحلي وصولا للاسكندريه؟ اكيد طبعا برضو لا، المسلمين ما كانوش عندهم القدره على الحروب الساحليه، وعلشان كده برضو زي ما قلت لك سيدنا عمرو بن العاص اتخذ طريق الصحراء الشرقيه. طيب رقم ج، انتهاء العمليات العسكرية بفتح الاسكندرية برضه مش هو ده اللي حرص عليه المسلمين، اما اللي حرص عليه المسلمين هي الاجابة رقم د، وهي السعي لتأمين حدود مصر الجنوبية. سيدنا عمرو بن العاص كان حريص جدا انه يأمن حدود مصر الجنوبية، علشان كده بعت حملات عسكرية لتأمين الجنوب. طيب السؤال رقم 26 ما يقول امامك رسم تخيلي لاحد اقوى حصون الروم في مصر والذي استطاع المسلمين فتحه بفضل نقط. وجايب لك انا صورة تخيلية مكتوب تحتها حصن بابليون، فبيقول لك ازاي المسلمين استطاعوا بفضل ايه؟ هل بفضل مهارتهم في الحصار، ولا كثرة عدد الجياش، ولا ضعف اسوار الحصن، ولا المدد الذي ارسله الخليفة؟ هنقول له الاجابة رقم د، المدد الذي ارسله الخليفة، لانه بفضل الصحابي الزبير بن العوام استطاع المسلمين فتح حصن بابليون. طيب السؤال رقم 27 بيقول لك خلت اساليب عمرو بن العاص اثناء حصاره لحصن بابليون وعاصمة الروم بمصر من نقط. هي الاساليب اللي ما اتخذهاش سيدنا عمرو بن العاص لما كان محاصر حصن بابليون وعاصمة الروم اللي هي الاسكندرية. هل وضع خطط عسكرية؟ هنقوله لا، في فتح الاسكندرية وضع خطة عسكرية نفذها جنوده بكل بسالة. طيب به الاعتماد على الاساطيل الحربية؟ هقول له ايوه، في الحالتين سواء في حصار حصن بابليون او عاصمة الروم ما اعتمدش سيدنا عمرو بن العاص على الاساطيل الحربية، لان اصلا المسلمين ما كانش عندهم اسطول حربي. طيب يلا بينا على السؤال رقم 38 ما يقول لك افتقد المسلمين في احداث فتح الاسكندرية قدرتهم على حصارها من الجهة نقط. المسلمين ما قدروش يحاصروا الاسكندرية من اي جهة بالظبط؟ هل من الجهة الشرقية والجنوبية، ولا الجنوبية والشمالية، ولا الغربية والشرقية، ولا الشمالية والغربية؟ لو بصيت على حصار المسلمين للاسكندرية هتلقاهم مش حصروها من الجهة الشمالية والغربية، لان الشمال عندك البحر
البحر المتوسط، ومشرحوا لها من ناحية الغرب. يبقى الإجابة الصح رقم د من الجهة الشمالية والغربية. طيب والسؤال رقم 39 ما يقول يتضح من مضمون النص المقابل. طب تعالى كده نشوف النص. ما يقول لك بعض شروط صلح الإسكندرية، وهي يتم ترحيل الحامية الرومانية في البحر، ويحمل الجنود معهم متاعهم وأموالهم وهم أمنون على ذلك. وتاني شرط الجنود الذين سيرحلون برا فعليهم دفع جزية عن شهر، وذلك مدة اجتيازهم الأراضي المصرية. والشرط الثالث ألا يعود الروم لمصر ثانية أو يحاولوا استردادها. والشرط الرابع يبقى بأيدي المسلمين 150 جندي روماني و50 مدنيا ضمانا لتنفيذ بنود المعاهدة. طيب نرجع للسؤال نشوفه عايزية. ما يقول لك إن الشرط الذي يدل على عدم إنهاء الصراع بين المسلمين والروم هو نقط. هي الشرط من الشروط اللي قلناها ما يدل إن لسه الصراع ما انتهاش بين المسلمين والروم. هل هو الجنود الذين سيرحلون برا عليهم دفع الجزية، ولا يتم ترحيل الحامية الرومانية في البحر، ولا ألا يعود الروم لمصر ثانية أو يحاول استردادها، ولا يبقى في يد المسلمين 150 جندي رومانيا؟ لا، الشرط اللي بيدل على عدم إنهاء الصراع بين المسلمين والروم هو الشرط الأخير، يبقى في يد المسلمين 150 جندي رومانيا علشان المسلمين يضمنوا إن الروم مش هيغدروا بيهم تاني، فيبقى في يدهم ضمان. يبقى الإجابة الصح رقم د. طيب تعالوا على السؤال رقم 40. ما يقول لك خلت شروط صلح الإسكندرية من بعض المميزات التي كانت ممنوحة للروم في بنود الاتفاق بين عمرو بن العاص والمقوقس أثناء حصار حصن بابليون، مثل نقط. هل هي الإعفاء من دفع الجزية؟ لا، هم في الحالتين كانوا هيدفعوا الجزية. وبه الحق في تملك الأراضي، ولا جيم الحرية في الاعتقاد، ولا دال الحصول على الأمان؟ هنقول له الإجابة رقم ب، وهي الحق في تملك الأراضي، لأن في حصن بابليون المسلمين قالوا تبقى للروم أرضهم ولا يقترب إليهم العرب بأي سوء ما دام هيدفعوا الجزية. أما بقى في شروط صلح الإسكندرية الأرض كلها بقت تبع المسلمين. وبكده يا أبطال يبقى حلينا مع بعض 40 سؤال من أسئلة ملخص الامتحان، وشرحنا كل سؤال بالتفصيل، وإن شاء الله هيكون في جزء تاني هنحل فيه باقي الأسئلة علشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. واشوفكم على خير إن شاء الله في الجزء الثاني، والسلام عليكم.